Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya hadir di rumah Ambokina dalam rangka akikah cucu beliau, namanya Noah. Nah, itu nama lengkapnya. Yuk kita ikuti acara Mabrasaji, salah satu budaya anak Bugis Sapo yang ada di Jakarta ini. Tetap menjalankan budaya-budaya Bugis yang temurun dilakukan ketika kita ada pembacaan Mabrasaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa manu wa kullu wa sayyidina Muhammadin abdillahi wa min abdil muttalib wa ismu sayyibat wa amnikum min abdisal husaniyah ibn Azim wa ismu Amr ibn Abdi Manaf wa ismu Nilqulati ila Khalil Ibrahim Sa'al Musa wa Ada ولله بلا ريب نزل قلوب من سوية من آدم إلى أبيه وأمه سرت الغرض والنبوة بأسر قرر قريبة البهية وبدر في جبين جدي عبد المطلب وأمني عبد الله عبد الله أكبر الكريم بأبلة من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم ومن علينا من ثنية الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شكرنا الله على المبعوث بنا لتغيير المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ولا محمد صلى الله عليه وسلم أنت في كل جميل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه فجعلت لقلبي مسبرا كناي صلى الله على محمد صلى الله عليه ولا يسكي جمالي تبرج إلهي كن شفيعي يا حبيبي يوم أسري واجتماعي على الذكاري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يقولي ستر علينا مجيبا كل داعي صلى الله على محمد بجميع صلياتي صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى يدي الرب رب رسول السماء والأرض
من مثال كرب إلى سدده وأولى ومثل ما بذكر على سدده البرية التي أتقى أبو لهب كلا وفتح عند ولدته عليه صلاة وسلام وبشرى. لما بلغ الصلاة والسلام الرسول نهجتهم إلى المدينة النبوية سمعة الله وعيس بن حسن وعوى وأولاد والدهم غير محمد وقالوا هكذا منهم وقلوب نقبله ونقبله ونقدره بلغنا ورثه بحكمه في فأنتلوا وولدا فوانتجوا هجر في ثم مرد فأخوبا أبناء الدنيا الذي أوتي حكما في وبالثالثات موسى الذي كلمه الله تعالى ونجاه وبالسابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والسيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رد نفسه على القبائل بأنه رسول الله بالعايم الموسمية فآمن به سنة من الأنصار اختصمه الله برضاه منهم في القبيل الاثنين صار رجالا وبايعوه بيعة خفية ثم أنصره فطهر الإسلام بالمدينة وكانت العقيل مأواه وقدر عليه في العام السادس فأول يا الذي بالحق. وكان صلى الله عليه وسلم يجيء سديد الحياء والتواضع يعصون له ويركع صفه ويهلك سنه ويسير في الجنة أهله بصراط سريع ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسير جنائزهم ولا يغفر فقيرا أدخله الفقر والأسواق. اللهم طبعا كريم يا رب النسيم صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم يا باسط الغضب بالعطية يا باسط الغضب بالعطية. اللهم يا باسط الغضب بالعطية يا من إذا رفعت إلي قطع بدك يا من تنزل بالسد وصفات الأخدين وتعالى الصدور مخاب منينة من قول غلا وأبدأ الصلاة والتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Demikian prosesi pembacaan kitab Al-Barsanji dalam acara Akikah Anakda Noah Jardani Calif, merupakan anak dari Bapak Abdul Muiz, cucu dari Puang Ambu Unga. Mereka adalah anak Bugis yang sudah menetap di Jakarta puluhan tahun lamanya. Akikah ini dilaksanakan di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Akikah dirangkaikan dengan pembacaan kitab Al-Barsanji. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tradisi dan budaya anak Bugis yang turun-temurun dilakukan dengan mengundang ustaz dan para guru untuk bersama-sama membacakan kitab Al-Barsanji dengan harapan kelak anak yang diakikah bisa mengikuti jejak dan perilaku Nabi sesuai makna dan arti dalam kitab Al-Barsanji tersebut. Demikian Sapo liputan kami dari Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Harapannya semoga tetap disupport channel ini agar bisa tetap menghadirkan kisah-kisah jejak anak Bugis yang ada di Jakarta maupun di Nusantara. Assalamualaikum. Aga kareba sapo. Mamuare madeceng-deceng mua. Amin. Jumpa lagi The Bugis Jack 19. Program Bajabu Nusantara. Berburu kisah jejak anak Bugis Senusantara. Mohon doa dan dukungannya sapo. Kami bisa hadir. Ri. Kampong Tasempung Ogiku.